أهلاً بكم في هذا الاستكشاف العميق. اليوم غوصنا في صفحات كتاب معجزة الصباح، وتحديداً النسخة العربية اللي بين أيدينا. أهلاً بك وبالمستمعين. مهمتنا اليوم نستخلص أهم الأفكار والرؤى حول كيف يزعم هالكتاب أنه قادر يغير حياة أي شخص قبل الساعة 8 الصباح. بالضبط، مصادرنا هي مقتطفات محددة من هالكتاب المترجم. الفكرة المحورية واضحة: قوة الروتين الصباحي، كيف أن شوية عادات بسيطة ممكن تحدث فرق كبير جداً. تماماً. واحد من المقتطفات التقديمية بيقول إنه الكتاب يغير الطريقة التي تنظر بها إلى الحياة. خلينا نشوف كيف بالضبط. رح نركز اليوم على الأفكار الرئيسية، قصة المؤلف زي ما بيحكيها هو بالكتاب، والأساليب العملية المقترحة اللي هي معروفة باسم المنقذات أو سافرز. سافرز رح نحكي عنها أكيد. والأهم من هيك نحاول نفهم ليش هذه الأساليب ممكن تكون فعالة حسب ما بيطرح الكاتب طبعاً، وفي أي سياق نشأت. النص اللي معنا بيشدد على إن الكتاب ممكن يكون له تأثير فوري وعميق بشكل استثنائي. طيب خلينا نبدأ نفكك الموضوع شوي شوي. نبدأ بالقصة، قصة المؤلف هال إلرود. أكيد، هي أساس كل شيء تقريباً. القصة بتبدأ بشكل درامي جداً ومؤثر. في ديسمبر 1999 هال كان عمره 20 سنة بس، صغير كتير جداً، وكان سايق سيارته الجديدة فورد موستانج بسرعة عالية شوي، حوالي 70 مايل بالساعة. وفجأة بدون أي سابق إنذار اصطدمت فيه شاحنة ضخمة. سائق الشاحنة كان للأسف مخمور، وكان ماشي بسرعة 80 مايل بالساعة. يعني تخيل قوة الاصطدام. يا لطيف، التفاصيل اللي بيذكرها النص عن الحادث فعلا مروعة، كلمة عليلة. قلبه توقف عن النبض لمدة 6 دقائق كاملة. 6 دقائق؟ أعلن موته سريرياً بالمكان، لكن المسعفين قدروا بمعجزة ما ينعشوه. سبحان الله. والإصابات كانت أكيد بالغة جداً بعد هيك حادث. بالغة لدرجة إنه كان عنده 11 كسرة في العظام وتلف دائم بالدماغ. والأطباء أخبروه إنه الاحتمال الأكبر إنه ما يقدر يمشي مرة تانية. هون النقطة المهمة المثير للاهتمام هنا، واللي بركز عليه النص بشكل كبير، هو إنه هالشي ما كان مجرد صدمة جسدية عنيفة رغم فظاعتها، بل شكل نقطة تحول جوهرية بحياته. بالضبط. النص بيوصف كيف إنه بعد الصدمة الأولى وبعد ما سأل حاله السؤال الطبيعي ليش أنا، هل اختار قرار حاسم اللي هو إنه يتحمل مسؤولية إعادة بناء حياته بدل ما يضل يشتكي ويلوم الظروف أو السائق. قرر يركز 100% على تحقيق أقصى إمكانياته، والأهم قبل الأشياء اللي ما بقدر يغيرها. الماضي، الحادث صار وخلص، وتحمل مسؤولية كاملة عن بناء المستقبل اللي هو بده إياه. وهون النص بيسلط الضوء على تمييز مهم جدا عمله فرق بين المسؤولية واللوم. هاي نقطة قوية فعلا. اللوم بحدد مين المخطئ، مين السبب، وبهالحالة السائق المخمر كان المخطئ أكيد طبعا. أما المسؤولية فبتحدد مين الملتزم بتحسين الوضع، مين رح ياخد زمام المبادرة ليصلح الأمور. هل فهم إنه هو المسؤول عن تحسين حياته بعد الحادث؟ فهمت، المسؤولية مش اللوم. بالضبط. وهالتمييز حسب ما بنفهم من السرد كان مفتاح تعافيه الأول المزهر وغير المتوقع. وهذا هو الجزء اللي فعلا يثير الدهشة بالسرد. رغم كل الإصابات هاي والتوقعات الطبية السيئة، هل مش بس تعافى ومشي تاني؟ شو عمل؟ السنة اللي بعدها مباشرة، سنة 2000، وهو لسه بيتعافى جسدياً وعقلياً. تخيل، حقق نجاح باهر بشغله بمبيعات شركة اسمها كاتكو، شركة أدوات مطبخ، صح؟ يمكن النص بيحكي إنه حقق أفضل سنة في مسيرته المهنية كلها لحد هذاك الوقت، وصار من أفضل 6 مندوبين مبيعات بالشركة كلها من أصل أكثر من 60,000 مندوب. واو، هذا شيء لا يصدق تقريباً. كيف ممكن شخص يمر بكل هالألم ويحقق هالنجاح وبهالسرعة؟ سؤال مهم جداً. السرد بيربط هالشيء بشكل مباشر بقراره الواعي اللي حكينا عنه: تحمل المسؤولية، تقبل الواقع، والتركيز على اللي بيقدر يعمله مش على اللي فقده. بدل ما يركز على القيود اللي فرض عليها الحادث، ركز على أهدافه وقدراته المتبقية. تماماً. ويمكن أصعب من الأول نفسياً. ثاني بعد كل هالنجاح؟ صار هاد بين 2007 و2008 مع الأزمة الاقتصادية العالمية. الأزمة المالية الكبيرة. بالضبط.
لقى حاله فجأة مديون بمبلغ ضخم حوالي 425 ألف دولار. شغله الخاص بالتدريب كان بينهار ودخله نزل للنص تقريباً. وضع صعب جداً. وبيوصف مشاعر إحباط ويأس وارتباك شديدة لدرجة الاكتئاب والتفكير بالانتحار يومياً حسب ما بيذكر النص. يا الله، والمفاجأة وين؟ المفاجأة إنه هو بيقول إنه تجربة الانهيار المالي والعاطفي كانت أصعب عليه نفسياً وعاطفياً من حادث السيارة نفسه. غريبة، كيف ممكن؟ الحادث كان فيه موت سريري وتلف دماء. هالمقارنة بين التجربتين مهمة جداً وبتكشف كتير. في المرة الأولى بعد الحادث كان عنده دعم اجتماعي كبير. صحيح، أكيد عائلته وأصدقائه والأطباء كانوا حوله. تماماً، عائلة، أصدقاء، أطباء، ممرضات، الكل كان حوله بيساعده وبيدعمه. أما في المرة الثانية مع الأزمة المالية كان وحيد. وحيد؟ النص بيوضح إنه ما كان في زوار، ما حدا كان يشعر بالأسف تجاهه بنفس الطريقة، لأنه الكل كان مشغول بمشاكله المالية بهديك الفترة. فهمت. العزلة. بالضبط. هالشي بيبرز ثقل الصراع الداخلي والعزلة، وكيف ممكن تكون أحياناً أشد وطأة من الألم الجسدي اللي بيجي معه دعم اجتماعي. نقطة عميقة فعلاً. طيب، كيف طلع من هالقاع الثاني؟ نقطة التحول الثانية كانت بسيطة جداً، لكنها غيرت كل شيء. إجت من نصيحة صديق مقرب. هال كان اعترف له بمدى سوء وضعه. شو قال له صديقه؟ الصديق سأله سؤال بسيط: بتمارس رياضة؟ هال جاوبه: بالكاد بقدر أقوم من السرير الصبح. مفهوم. الصديق قال له: ابدأ أركض، جرب أركض كل يوم الصبح، هالشي بيساعدك تحس حالك أحسن وتفكر أوضح شوي. والركض، هل كان يحبه؟ أبداً، النص بيأكد إنه كان بكره الركض كره شديد، يمكن أذكره لفكرة الصحيان بكير. طيب ليش جرب؟ كان يائس لدرجة إنه قرر يجرب أي شيء ممكن يساعده. وهون حصلت اللحظة الفارقة، صح؟ بالضبط. تاني يوم الصبح لبس وطلع يركض، وكان بيسمع تسجيل صوتي للمطور الشخصي المعروف جيم رون. جيم رون معروف جداً بأفكاره عن النجاح والتطوير. تماماً. سمع جملة كان سامعها قبل هيك كتير، لكنها هالمرة يمكن بسبب حالة اليأس اللي كان فيها ضربت وتر حساس عنده. شو هي الجملة؟ الجملة بتقول: مستوى نجاحك نادراً ما يتجاوز مستوى تطورك الشخصي، لأن النجاح هو شيء تجذبه بالشخص الذي تصبحه. قوية جداً. اللحظة هاي حسب وصف النص كانت لحظة إدراك مفاجئة ومباشرة، فهم العلاقة العميقة بين النمو الداخلي والنجاح الخارجي. كيف يعني؟ يعني هالفهم فجأة إنه عشان يحقق نجاح مستوى 10 بحياته، صحة، سعادة، مال، علاقات، كل شيء، لازم هو الأول يتطور ويصير شخص مستوى 10، شخص قادر يجذب هالمستوى من النجاح ويحافظ عليه. لازم هو يتغير الأول. بالضبط. أدرك إنه هو كان يمكن مستوى 2 أو 3 بشخصيته وعاداته وتفكيره، وبيطمح لنجاح مستوى 10، وهالفجوة الكبيرة هي سبب معاناته وإحباطه. فهمت. لازم يشتغل على حاله ليرفع مستواه. تماماً. هالفهم هو اللي شكل أساس فكرة معجزة الصباح اللي رح نحكي عنها. طيب، بعد هالإدراك القوي أكيد واجه تحدي جديد، اللي هو كيف يلاقي وقت للتطوير الشخصي اليومي وهو غرقان بالمشاكل ومحاولة دفع الفواتير والديون. وقته أكيد كان ضيق. صحيح. بحث بخيارات المساء ومنتصف النهار، بس لقى المساء هو الوقت الوحيد اللي بيقضيه مع خطيبته وقتها، ومنتصف النهار صعب وغير مضمون، ممكن أي شيء يقاطعه. فما بقى قدامه إلا خيار واحد: الصباح الباكر. الخيار اللي كان بكرهه. زي ما بيحكي النص، ما كان أبداً شخص صباحي، وكان بكره الصحيان بكير قد كرهه للركض. غريب كيف الحياة بتجبرنا نواجه الأشياء اللي بنكرهها أحياناً. تماماً. بس المنطق وراء اختيار الصباح زي ما بيطرحه النص مقنع جداً لما نفكر فيه. شو هو هالمنطق؟ أولاً، الصبح بدري، الأعذار بتكون أقل، لسه ما بلش اليوم ومشاكله تلهيك. أعذار زي أنا تعبان، ما عندي وقت، بكرة ببدأ، بتكون أقل قوة الصبح. صح، لسه ما تراكمت عليك ضغوطات اليوم. ثانياً، البداية بالتطوير الشخصي. بعمل شيء إيجابي لنفسك أول شيء الصبح، بتضبط نغمة إيجابية ومنتجة لباقي اليوم كله. حلوة هاي، تضبط نغمة اليوم. الكاتب بيستشهد بمقولة لستيف بافلينا، مطور شخصي تاني، بيقول: الساعة الأولى هي دفة اليوم، يعني هي اللي بتوجه يومك كله، إما للإيجابية والإنتاجية أو للعشوائية والتشتت. فهمت، زي دفة السفينة.
ثالثاً، وهذا مهم، لما تعمل أهم شيء بالنسبة إلك التطوير الشخصي أول شيء باليوم، تضمن إنه رح يصير قبل ما تتدخل متطلبات الحياة، الشغل، الأولاد، المشاكل الطارئة، وتسرق وقتك واهتمامك. منطقي جداً. طيب قرر يصحى بكير، شو الخطوة التالية؟ شو يعمل بهالوقت الإضافي؟ هون جاءت الفكرة الأساسية. لما فكر طيب شو أعمل بالضبط بهالساعة الإضافية عشان ما أضيعها وأرجع أنام، أعمل قائمة بإيش؟ قائمة بأقوى وأفضل ممارسات التطوير الشخصي اللي هو تعلمها على مر السنين من كتب ودورات، بس زي كتير ناس ما كان ملتزم فيها باستمرار. الأشياء اللي بنعرف إنها مفيدة بس ما بنعملها بانتظام. بالضبط. هالقائمة كما يصفها السرد ضمت 6 ممارسات أساسية: الصمت الهادف مثل التأمل، الصلاة، التنفس العميق، الامتنان. تمام. القراءة، كتب تطوير ذاتي أو أي شيء مفيد. التأكيدات الإيجابية اللي حكينا عنها. تخيل الأهداف والنجاح. الكتابة أو التدوين، تسجيل الأفكار، الامتنان، التخطيط. وأخيراً الرياضة، حتى لو شيء بسيط بالبيت. 6 ممارسات قوية فعلاً. والمثير للاهتمام إنه بيحكي إنه مجرد ما شاف القائمة المحددة والعملية قدامه حس بالحماس والوضوح بدل الرهبة والخوف من فكرة الاستيقاظ الساعة 5 الفجر. صار عنده هدف واضح لشو رح يعمل بهالوقت. يعني بدل ما يفكر لازم أصحى بكير، صار يفكر رح أعمل هاي الأشياء ال6 المفيدة. تماماً. وهالممارسات ال6 هي اللي صارت معروفة بعدين باسم المنقذات أو life savers بالإنجليزي، وهي اختصار لأحرفها الأولى: silence, affirmations, visualization, exercise, reading, scribing. SAVERS. حلو الاختصار وسهل تذكره. المهم نفهم زي ما حكينا إن هالممارسات بحد ذاتها مش اختراع جديد، كلها معروفة ومستخدمة من زمان في مجالات مختلفة. أكيد، التأمل، القراءة، الرياضة، هاي أشياء قديمة. لكن حسب ما يقدمه النص، القوة بتيجي من تجميعها مع بعض في روتين صباحي منظم ومقصود، وتقديمها كحل عملي ومجرب ومبسط ممكن أي حدا يطبقه، هو اللي بيجعلها فعالة جداً للتطوير المتسارع وتحقيق نتائج غير عادية بالحياة. الكاتب بيقدمها كأدوات عملية بتنقذ الشخص من حياة متوسطة وبتساعده يطلق إمكانياته. جميل. طيب خلينا نلقي نظرة سميعة على هالمنقذات ال6 بناء على المقتطفات اللي معنا من الفصل السادس. نبدأ بأول حرف S للصمت silence. شو الهدف منه وكيف بيتم؟ الهدف الرئيسي للصمت المتعمد أول الصبح هو تقليل التوتر والضجيج الداخلي، زيادة الوضوح الذهني، وبداية اليوم بهدوء وتركيز بدل الاستعجال والفوضى. وكيف ممكن نمارسه؟ ممكن يكون بأشكال مختلفة: تأمل موجه أو غير موجه، صلاة، تمارين تنفس عميق وبطيء، أو حتى مجرد الجلوس بصمت تام والتفكير بالأشياء اللي الواحد ممتن لها بحياته. يعني مش شرط تكون ممارسة معقدة؟ أبداً. النص بيقتبس مقولة حلوة لماثيو كيلي: ممكن تتعلم بساعة صمت أكثر من ما ممكن تتعلمه بسنة من الكتب. دليل على قوة الهدوء والتواصل مع الذات. مقولة عميقة. وفي نصيحة عملية بذكرها النص؟ بيأكد على أهمية ترك السرير لممارسة الصمت، يعني تقوم وتقعد بمكان تاني هادي عشان ما ترجعش تنام بالغلط. منطقي. وبيقول إن 5 دقايق بالبداية ممكن تكون كافية جدا لتحقيق الفايدة، مش لازم ساعة كاملة من أول يوم. 5 دقايق صمت وهدوء بداية اليوم يبدو ممكناً. في عالمنا المليان ضجيج وتشتيت من كل جهة، قوة الصمت الهادف اللي بيوصفها النص بتكمن في تعزيز الوعي الذاتي واليقظة الذهنية. هي فرصة حقيقية للتواصل مع ذاتنا الداخلية قبل ما ننغمس بمتطلبات العالم الخارجي وضغوطه. فعلاً فرصة نتنفس قبل ما يبدأ السباق اليومي. والبدء بالصمت بيساعد على تهدئة العقل وتحديد نية إيجابية وواضحة لليوم اللي جاي. تمام. بعد الصمت المتعمد ننتقل للحرف A، وهو للتأكيدات affirmations. شو هي بالضبط؟ التأكيدات هي عبارات إيجابية بنصممها وبنكررها لأنفسنا بوعي وإيمان. الهدف منها هو إعادة برمجة عقلنا الباطن وتغيير المعتقدات السلبية أو المحدودة اللي ممكن تكون بتعيقنا، وتعزيز المعتقدات والسلوكيات اللي بتدعم أهدافنا وطموحاتنا. يعني كلام إيجابي بنحكي لحالنا؟ مش أي كلام إيجابي، لازم تكون مصممة بعناية وموجهة نحو هدف محدد.
النص بيذكر أمثلة لشخصيات مشهورة استخدمتها بنجاح كبير، زي الملاكم محمد علي وعبارته الشهيرة أنا الأعظم، سمعت عنها. وأوبرا وينفري وجيم كاري وويل سميث. وهال ألرود نفسه بيحكي كيف استخدمها شخصياً عشان يحسن ذاكرته بعد الحادث، لأنه كان عنده اعتقاد سلبي إنه ذاكرته تلفت للأبد، فتحدى هالاعتقاد بتأكيد إيجابي عن قوة ذاكرته. وكيف ممكن نصمم تأكيدات فعالة خاصة فينا؟ النص بيعطي طريقة؟ نعم، بيقدم وصفة عملية من 5 خطوات واضحة عشان تصمم تأكيداتك المؤثرة. أولاً، حدد شو بدك بوضوح تام، شو الهدف اللي بتسعى له. لازم يكون الهدف واضح ومحدد. ثانياً، حدد ليش بدك إياه بعمق، شو الدافع الحقيقي وراء الهدف. ليش القوية هي اللي بتعطي التأكيد قوة عاطفية. الدافع أهم من الهدف أحياناً. ثالثاً، حدد مين لازم تصير عشان تحققه، شو الصفات والشخصية اللي لازم تتبناها. مثلاً، أنا شخص منضبط، أنا واثق من نفسي. يعني التركيز على الهوية. رابعاً، حدد شو رح تعمل بالتحضيض لتحقيقه، شو الأفعال الملموسة رح تلتزم فيها. ولازم تحدد الكمية والتكرار والتوقيت. مثلاً، سألتزم بالمشي 30 دقيقة 5 أيام بالأسبوع. ربط التأكيد بخطوات عملية. وخامساً، ممكن تضيف اقتباسات أو فلسفات ملهمة بتحبها لتعزيز التأكيد وإلهامك. خطوات عملية جداً. والأهم من كل هاد حسب النص هو إنك تربط هالتأكيدات بالشعور والعاطفة، تحس فيها كأنها حقيقة، وتكررها يومياً بصوت عالي وبإيمان وثقة، مش مجرد ترديد آلي. الشعور والتكرار والإيمان. الفكرة الجوهرية هنا من منظور نفسي وعصبي هي مش مجرد تفكير إيجابي سطحي. التأكيدات المصممة والمكررة بعاطفة وإيمان زي ما بيوصفها النص بتشتغل فعلاً على تغيير الشبكات العصبية والمعتقدات اللاواعية الراسخة بعقلنا. يعني تغيير حقيقي بالدماغ؟ ممكن نقول هيك. مبدأ ما تركز عليه يتسع فعال جداً هنا. لما تصمم تأكيداتك بوعي لتعكس الواقع اللي بدك توصل له وتربطها بخطوات عملية أنت ملتزم فيها فعلاً، بتصير أداة قوية جداً لتوجيه سلوكك وتغيير نتائجك، كأنك بتعمل برمجة ذاتية مقصودة وموجهة. مثير للاهتمام جداً. طيب الحرف التالي V هو للتخيل Visualization. شو المقصود فيه؟ التخيل، أو زي ما بيسميه النص أحياناً التمرين العقلي أو التصور الإبداعي، هو ببساطة استخدام خيالنا لخلق صور ذهنية واضحة وحية للنتائج اللي بدنا نحققها وللسلوكيات اللازمة لتحقيقها. يعني زي أحلام اليقظة؟ ممكن تكون البداية هيك، لكن التخيل الفعال هو عملية مقصودة وموجهة أكثر. كثير رياضيين عالميين وممثلين ورجال أعمال ناجحين بيستخدموه بانتظام لتحسين أدائهم وتحقيق أهدافهم. مين مثلاً؟ النص بيذكر أمثلة زي لاعب الجولف تايجر وودز، الممثل ويل سميث، وقصة الممثل الكوميدي جيم كاري الشهيرة مع الشيك أبو 10 مليون دولار. قصة الشيك؟ كتب شيك لنفسه بالمبلغ ده قبل ما يصير مشهور؟ بالضبط، كتبه وحطه بمحفظته وكان بيتخيله وبيشوفه لسنوات لحد ما حصل فعلاً على عقد فيلم بنفس المبلغ تقريباً. الفكرة هي أنك تخلق صور ذهنية حية جداً للنتيجة اللي بدك إياها كأنها بتصير هلأ، وتشرك كل حواسك فيها. وكيف ممكن نمارسه بشكل عملي؟ النص بيقترح خطوات؟ نعم، بيقترح 3 خطوات بسيطة عشان تبدأ بممارسة التخيل الفعال. اختار مكان هادي ما حدا يزعجك فيه، اجلس بوضع مريح، خد نفس عميق وبطيء كم مرة عشان تسترخي، وغمض عيونك. تهيئة الجو مهمة. ثانياً، تخيل ما تريده بوضوح، شوف النتيجة النهائية اللي بتطمح لها بأكبر قدر ممكن من التفاصيل الحسية. شو شايف؟ شو سامع؟ شو حاسس؟ مين معك؟ خلي الصورة حية وملونة قدر ما بتقدر. إشراك كل الحواس. ثالثاً، تخيل الشخص اللي لازم تكونه والأفعال اللي رح تقوم بها. شوف حالك وإنت بتقوم بالخطوات اللازمة لتحقيق الهدف بنجاح وثقة ومتعة. شوف حالك وإنت بتتغلب على التحديات، استشعر الإحساس بالرضا والإنجاز المصاحب لهالأفعال. يعني مش بس النتيجة، كمان الطريق للنتيجة. تماماً، وهذا مهم جداً. التخيل بربط بين العقل والعاطفة والجسد بطريقة قوية جداً. لما تتخيل النجاح وتحس فيه كأنه حقيقي، هالشي بيعزز دافعك وبيحفزك وبيقلل مقاومتك الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالعالم الواقعي. وكأنه بيسهل عليك تقوم بالفعل. بالضبط. والأكثر إثارة للاهتمام هو أن الأبحاث العصبية الحديثة
بتشير إلى إنه العقل ما بيفرق كتير بين التجربة المتخيلة بوضوح وقوة والتجربة الحقيقية. يعني التخيل المنتظم ممكن يغير مش بس الدافع، لكن ممكن يحسن القدرة الفعلية على الأداء. كيف؟ عن طريق تكوين وتقوية المسارات العصبية المرتبطة بالمهارة أو السلوك اللي بتتخيله، كأنك بتتمرن عقلياً على النجاح قبل ما تحققه فعلياً. واو، هادشي مذهل فعلاً. قوة العقل. قوة العقل الموجه. طيب، هيك بنكون غطينا S و A و V. الممارسات الثلاثة الباقية في سيفرز هي E للرياضة exercise، R للقراءة reading، و S للكتابة أو التدوين scribing. صحيح إن المقتطفات اللي معنا ما بتفصل فيها كتير زي أول ثلاثة. صحيح، التركيز كان أكبر على أول 3 ممارسات في المقتطفات اللي استعرضناها، لكن النص بيأكد إنها جزء أساسي ومكمل للروتين. الرياضة أكيد مهمة للجسد والطاقة والنشاط الصباحي. أكيد، حتى لو 10 أو 15 دقيقة حركة بسيطة الصبح بتفرق كتير بمستوى الطاقة والتركيز باقي اليوم. والقراءة الهدف منها تغذية العقل بالمعرفة والأفكار الجديدة. تماماً، قراءة كم صفحة من كتاب مفيد أو مقال ملهم كل صباح ممكن تغير طريقة تفكيرك وتفتح لك آفاق جديدة على المدى الطويل. والكتابة أو التدوين، شو ممكن نكتب؟ ممكن تكون لتفريغ الأفكار والمشاعر، كتابة الامتنان، الأشياء اللي منقدرها بحياتنا، مراجعة الأهداف، التخطيط لليوم. الكتابة بتساعد على تنظيم الأفكار وزيادة الوضوح الذهني. يعني كل واحدة من هالممارسات الستة بتشتغل على جانب مهم للتطور الشامل للشخص. بالضبط، جسد، عقل، روح، مشاعر، الروتين متكامل. حتى لو مصادرنا ما غطتها كلها بالتفصيل الممل، الكتاب الأصلي بيعتبرها كلها أعمدة أساسية ومترابطة في بناء معجزة الصباح. مفهوم جداً. طيب، خلينا ننتقل لفكرة قوية ثانية بيطرحها النص في فصل سابق، الفصل الثالث تحديداً، تحدي تجاوز المتوسط. شو المقصود بهالمصطلح؟ الكاتب بيقدم إحصائية بيقول إنها من مصادر رسمية أمريكية، وبتقول إن حوالي 95% من الناس بالمجتمع بيستقروا على